بسم الله الرحمن الرحيم. غزليات وطن. عنوان الفكرة التي سأطرحها هي عريس البحر. الواقع هي من بقايا الذاكرة التي عشتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعرفت على جماعة أدبية هي جماعة الحيرة، والتي كانت مؤلفة من صقر بن سلطان وسلطان عويس، والشخص الثالث الذي سأتحدث عنه هو خلفان بن مصبح الشويهي. طبعا سيأتي مجالات أخرى إن شاء الله نتحدث، لكن هذه الشخصية في قضية الوطن أنا يهمني هنا في قضية الوطن الإنساني، الوطن الروحي، الوطن الغريب العجيب، يعني حيث ولد في الحيرة الشارقة وعمل يعني مع جده، لكن والده توفاه الله وهو في 5 من عمره، يعني الآن هنا أول نقطة. الناحية الثانية عمل مع جده، سافر إلى الهند وإلى مسقط وإلى عدن، أصيب في الغوص بعد وقوعه على ظهره، فكان مرضه في عظامه. المهم إلى أن انتهى هذا الرجل على سرير الموت. لكن أنا كان يعجبني فيه النقاط التالية. أولا أنه من منطقة الحيرة الشارقة، ولد عام 1923، توفاه الله عام 1946، يعني لاحظوا عمره 23 سنة، عمر قصير. يعني هذا يذكرنا بطرف ابن العبد، الشعراء هؤلاء الذين نبغوا في فترة زمنية قصيرة. طبعا نشر شعره، أعتقد مرة كان أنا أتذكر طبعا هذا الشعر يعني عالق في ذهني، خاصة أنه قريبا جدا على ما يبدو من أسرته أو من أقاربه الأستاذ عبد الله سيف الهنيد الشويهي. الهنيد يعني لجنيد، ألف عنه في كتاب اسمه شاعر المسافة القصيرة، يعني خلفان بن مصبح الشويهي شاعر المسافة القصيرة، وهي دراسة أدبية ومقارنة طبعا طبعت في معهد الشارقة للتراث، وكان لي شرف الاطلاع عليها وقراءتها والإعجاب بها. ومن قبل طبعا كان الأستاذ شوقي رافع، أعتقد اتحاد الكتاب أصدر له، أتذكر يعني أن الشاعر الرامح الجامح، الشاعر الجامح. والشاعر الجامح هو أول كتاب أو أول اطلاعي على هذا الشاعر. وطبعا صديقي المرحوم الأديب عزت عمر ألف عنه كتاب اسمه طائر الشعر القرير، أعتقد طبع في مؤسسة سلطان العويس، يعني سلسلة أعلام الإمارات وهكذا. أيضا الأستاذ إبراهيم محمد بوملحة، رجل جامع من دراسة يعني يهتم بالتراث، فلا أصدر الكتاب عنوانه هكذا: شاعر لغة النسيان، أو شاعر لفه النسيان وطواه الزمان، دراسة أدبية عن حياته وشعره، خلفان بن مصبح. بالطبع طبعا أنا كنت معجب فيه، له أبيات تذكرني بالعصر الأموي، تذكرني بمجنون ليلى. هذا الذي جعلني أقرأه وأكتب قليلا عنه. يعني أنا سميت بعض عنوان عريس البحر عن هذا الرجل، لكنه قال: لاحظوا: وحق الهوى لو نلت من فيك رشفة لكان بها سعدي وكان شفائيا، ولو مسحت كفاك قلبا فقدته لعاد طروبا للحياة مناجيا. نعم،
أيضا له أبيات جميلة منها يعني: وما انتفاعي بروح الصبح أرقبه. لاحظ هذه مأساة هذا الشاعر، خاصة عندما مرض وبقي يعني في حالة يرثى لها في فراشه. وما انتفاعي بروح الصبح أرقبه، ونوره وظلام الليل سيان، والليل يوقظ آلامي ويظهرها إلى الصباح، وشط الليل أحزان. يعني يذكرنا بامرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل أنا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. وأنا أتذكر مرة قلت شعرا فيه حوالي أعتقد 30 صفحة ولا يعني كتبت كثير في هذا وسيرة هذا الرجل. يعني أنا من أين عرفت هذا الرجل؟ من رأس الخيمة، إني عشت في رأس الخيمة ربع قرن، فكان يذكر أمامي ويذكر معه أستاذه الشيخ مشعان بن ناصر، الذي كان قد سبق أن فتح مدرسة في الشارقة. المهم خلفان بن مصبح ذهب مع أستاذه أو مع شيخه مشعان بن ناصر إلى رأس الخيمة، وهناك بدأوا بالتعليم بالكتاتيب. الكتاتيب يعني ما زلنا في عصر الكتاتيب، يعني لم تكن المدارس النظامية قد أسست. فقلت أنا في هذا ينبوع شاعر كان ياما كان تلميذا لمشعان بن ناصر، واسع العلم ذكيا وحكيما كابن ظاهر، مؤمنا بالله إيمان الخليجي المصابر، فسما في حبه حتى غدا ينبوع شاعر. أترى أدرك خلفان بأن القلب حائر، فأحال القلب سيفا لملاقاة المخاطر، وهو أستاذ برأس الخيمة الفيحاء ظافر. كان ياما كان خلفان على العتمة ثائر، يبتني عقل الميامين وأعماق الضمائر، ويحب الله والإنسان والطير المسافر. كان حاد الطبع شابا ذا بصائر، كان ياما كان خلفان محبا للدفاتر. قال ربان المواسم: مرحبا يا ابن الأكارم، لم في شعرك حزن؟ لم دمعات المباسم؟ قال خلفان: حياتي كل ما فيها عزائم، أنا مشتاق إلى الشارقة المحمل قادم، سترى أني طموح لبطولات القواسم، وهناك الأخ والجار وأصحاب المعالم، مثل سلطان وصقر وابن محمود وسالم. ومساء طيب في حيرة الشعر ملائم، أيها الشيخ المفدى، لك حبي والنسائم، سوف أشتاق إلى أشجع حاكم. ومضى خلفان والأدمع تنساب سواجم، قال يا شارقة المجد تعالي أنا قادم. وبالطبع عاد إلى الحيرة لتكفله أخته. أعتقد يعني أنا الآن ألقي شفوي، المعلومات شفوية، أما الباقي الشعر موجود أمامي. أخته كان اسمها غاية على ما أذكر، يعني إذا ما خانتني الذاكرة. فنما شعر جديد عنده الآن، سيكون هذا الشعر شعر التفجر، شعر المأساة، شعر أنه بعد أن أخذ إلى الهند طبعا في فترة معينة للعلاج لم ينفع معه شيء، فصار يسترجع الذاكرة ويقول: جدي الربان جدي عاشق للشارقة، كلما حل بشط كان لله يسبح، ثم للقيعان يمضي قائلا للسيب صحصح، إن روح المرء أغلى من كنوز العالمين. قال خلفان بن مصبح: ذاك جدي، وأبي كان شهيد البحر يا ريح الأمان الغارقة.
طبعا الآن سيتحول خلفان إلى عريس البحر الذي سوف يعني أعتقد أنه كان يتأمل. فقلت أنا في هذا شعرا: كان خلفان ينادي للسمك: كن صديقي ليس في رحلي شبك، كن صديقي إن قلبي شاعر أن ما بين كلينا مشترك، أنت تشكو من رحيل دائم وأنا أشكو مقامي في الحلك، أنت تخشى من عدو ظالم كلما سالمته ألقى الشرك، لست أخفيك فشطي سائب ولصوص البحر خاض المعترك. يا صديقي هاك زادي نصفه هاك شعري فأعرني مسمعك، ليت أن الناس صانوا عهدهم وأطاعوا الله في طوع ملك، ليتهم ما قتلوا أو خربوا، ليتهم ما لوثوا مستودعك. كم شكونا من ليال مرة غاب عنها البدر والسر معك، كن صديقي يا أخا أنشودتي إنما بين كلينا مشترك. طبعا هذا ما حاولت في كثير من المجالات. يعود هذا الرجل إلى تذكر عالم يبدو عانى من حالة حب، يعني ما في شك، يعني في شاب في مقتبل العمر، ماذا تتوقع منه؟ لا بد أن يكون قد أصيب بحالة الإعجاب، يعني العشق، يعني لما لا. فأنا قلت أتذكر في هذا بعض الأبيات: ومضى خلفان للحب القديم عند سيف البحر يجتر الهموم، قال يا ناس استفيقوا ويحكم إن في البحر حريقا وسموم، أطفئوا النيران صونوا عرضكم واحرسوا البحر فقد آن الهجوم. طبعا خلفان عاش في ظروف الحرب العالمية، يعني أتذكر في تلك الأيام كانت الأمور حتى المنطقة كانت خاضعة للنزاعات الدولية، فيها الإنجليز وفيها على بعد معين اليابان، والحروب قائمة، فالظرف عاش ظروف، يعني فالشاعر عاش ظروفا لم يكن خالي البال، وهو في مشاعره رجل وطني، حتى يقول: أين ملاح الخليجي المرتجى، أين من يأخذ في أيدي الكريم، خاب من قصر في تعليمه وتردى العاجز الأعمى العقيم. وهذا طبعا أنا ركزت عليه باعتبار أنه معلم. هذا المعنى البطل عاش في رياض الشارقة، وفي الشارقة لا تجف العبقرية، هكذا رأيي أنا، ما دام فيها مثقف جليل مثل الشيخ سلطان، الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. نعم، لقد عانت المنطقة من سنوات الجمر، عادت هذه الأوطان، سميت سنوات الجمر في الجوع والفقر ويعني الغربة والحروب القديمة. المهم هذا المسكين سأقول يعني كيف رأى الدنيا: فإذا الهند سراب كلها، يعني في لحظة المصيبة هو يسافر ليتعالج، فإذا الهند سراب كلها، وإذا الآمال ضجت بالحنين وأفاقت روحه من سنة ويتنسل إلى أرض اليقين بين أهل وصحاب يئسوا من قريح يتحدى البنسلين، كم سموم في الدماء، كم علقم، كم ذئاب أكلت لحم السجين. قال يا دنياي ما ذنبي أنا وأنا الشاعر خلفان الأمين، عبقري في المحبين أنا، مسلم بي نخوة المعتصمين، سأخط الشعر في الريح عسى تسمع الخلجان صوتي والأنين. لا تظنوا كلماتي عبثا إن فيها عبرة للآخرين، سنوات الجمر هذه فاعلموا يا صحابي أنها شر السنين. هذه رحلة في غزليات وطن كانت مع الشاعر خلفان بن مصبح الشويهي من شعراء الغزل
الحزين، الغزل الوطني. الحقيقة هو تغزل في محبوبة ووطن ومصيبة، حتى في مصيبته يعني قال أتذكر منها في نهايته: يا إلهي أين أطياف المنى، أين طير الشمس أمسى، أين خلت الدار فما من صاحب أرتجي منه دواء المقلتين، فإذا الصبح أتاني لم أجد غير حزن وبقايا جمرتين. أنا حيران وبابي موصد، كيف يا رباه ألقى الحسنيين. يعني الواقع كان يريد أن يموت شهيدا، ولا يريد أن يموت على فراش الموت، كما عبر عن ذلك جدنا خالد بن الوليد. حتى لاحظوا يشعر هذا الرجل، كان يشعر: لست أدري ما الذي تحت العمامة غير رأس ما به أي فهامة، أيها القابع في كهف الدجى لن ترى يوما من الدنيا سلاما، أنت أعمى القلب فج يابس حجري مستحيل الابتسامة، أتظن الله يرضى ذلنا تحت أقدام الندامة والمدامة، أيها القابع قم من غفلة قبل أن تمشي على شوك الندامة. والحمد لله رب العالمين، هذا شاعر أعجبني فكتبت فيه شعرا. هو شاعر وأنا استشعرته كعريس من عرسان هذا البحر الخليجي، وكنمط من نمط غزليات الوطن. ودمتم بخير.